أقول يا إخواننا أهل يافع وفقكم الله، المسجد منكم وإليكم، ما لي فيه ناقة ولا جمل. المسجد مسجد كسائر المساجد، والله ما علمت به إلا بعد أن سمعت ذلك الكلام وتلك الأقاويل أنه سيبنى مسجد هناك. الشاهد أن هذا المسجد المبنى في ذلك المكان مسجد مشايخ ودعاة وأفاضل وكرماء وشهماء ووجهاء من شتى أنواعهم من ذلك البلد. هذه نصيحة، وإلا أنا حول هذا المسجد والله لو قالوا تعال مسجد جاهز تعال درس فيه ما رحت فيه، ما هو زهدا ولا كرها. فإخواني أحبتي في أي مكان أهل السنة، ولكن مشغول مركزي في مارب قائم وسيخرج الله الحوثي وهو قائم، ومراكزنا الأخرى يعني ماذا التي نحن فيها لو أردت 20 مسجدا أدرس فيه لدرست. وكل ما يقال من سب أو شتم أنا لا أبالي، عرضي هذا سهل أن أسب أو أشتم في جناب الله سبحانه. اتقوا الله وفقكم الله، اتقوا الله ولا تشغلوا أنفسكم. أنا والله أشفق على كثير من أن يشغل نفسه ويضيق صدره ويستسب أوزارا بما لا طائل تحته. الحاصل بارك الله فيكم ذلك المسجد الذي شغلوا أنفسهم أنه مسجد الحجر، والله ما هو مسجدي، والله ما لي فيه شيء لا دعما ولا حتى علما ما علمت به إلا كذا، مسجدكم منكم وإليكم. أما بالنسبة فاطمئنوا من جانبي، أنا حول هذه المشاكل أبدا، أنا حول تعليم طلابي وحول بحوثي وحول ما أنا فيه من خير والله الحمد. أعتبر أن هذا والله أن الدنيا بأسرها أهون من أن يعني أذهب أناوش أو أصايح على شيء من الدنيا، والحمد لله الخير حاصل. فلماذا اختص هذا المسجد بهذه الجريمة كلها؟ ما الذي حصل على هذا مسجد من سائر المساجد؟ إن أردتموه وأنا أردتموه أنا ما لي دخل، إن قام وإن ما قام أنا ما لي دخل فيها أبدا. ومساجد أهل السنة كثيرة، لو سقط مسجد ما سقطت الدعوة يا أخي. دعوتنا صافية ووجوهنا بيض، ما أحد معه علينا شيء ولله الحمد، ما أحد معه علينا شيء. الذي يريد هذا الخير جزاه الله خير، والذي ما يريد ما ضرنا. أدعو بالتوفيق لإخواننا هناك جميعا، وبالأخص الدعاة والمشايخ والأفاضل من سائر بلاد اليمن وغيرها من بلاد المسلمين، وفي ذلك البلد والله خير كثير.